السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنبدأ دي اول سلسلة لينا واول فيديو لينا ان شاء الله، وان شاء الله ده هتكون سلسلة بإذن واحد احد ان احنا هنصور الشغل بتاعنا قبل مرحلة التشطيب. لأن دي اصلا المرحلة دي مرحلة مهمة جدا للعميل ان هو يشوفها بعينه. دي اهم حاجة، الدهان كده كده ما يغطي على الشغل او على الخامة. فاحنا عايزين في الفيديو ده ان شاء الله هنوضح مع بعض الخامات المستخدمة في النيش ده والبوفيه، وان شاء الله كمان السفرة. نجرب مع بعض كده ونتفرج على الشكل بتاعنا كده من قريب، وبعد كده باذن الله هنشرح لكم الخامات وهنظهر لكم الخامات اللي احنا اشتغلنا بيها من الالف للياء ان شاء الله. فهنجرب كده مع بعض. دي اول ضرفه بتاعتنا، وطبعا الشكل واضح زي ما انتم شايفين كده، اللي هو ايه، واخد مربع بس مقسوم على ناحيتين، ضرفه وجنب ثابت. ودي الضرفه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. ده احنا كده زي ما اتفقنا الشغل بتاعنا بيكون عباره عن كابس، والجواشيت بتاعتنا زين، والجيشات بتاعنا بنستخدمه بره وفي الداخل نفس الكلام. طبعا احنا مجلدين ضرفه فايبر، لان هي كده كده هي متجلده فايبر، متجلده بلاكاش. وبعد كده الفايبر ده اصلا نظافه عشان احنا واخدينها حته واحده، فدي نظافه. وفي حته تاني ان هو في قطعه فايبر هنا كده متنجده، طبعا هتشوفها بعد ان شاء الله بعد التشطيب. كل المفصلات بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها مفصلات سوفت كلوز، حاجه كده تكفل براحتها زي ما انت شايف كده. نيجي هنا كده الحته اللي احنا قلنا ايه تاخد بالك منها. هنا في احنا عاملين المجاري دي او المكان ده، البيت مكان الرف بتاع الجزاز ينزل هنا كده، بحيث ان هو ايه ما يطبش من اي اتجاه. ونفس الكلام اهو الناحيه التانيه دي، نفس الكلام بتاعها، عشان خاطر الرف ما يطبش من اي اتجاه. ولو واضح قدامك كده الجنب بتاعنا احنا ايه فحرينه، عشان خاطر فيه هنا كده جزاز. الجنب اللي هيركب هنا اللي هو هيمشي مع الضرفه، احنا نركبه في المياله دي بالسيليكون، والشغل بتاعنا يبقى معانا ايه شغل، يبقى ممسك بعضيه والشغل حديد. بس الابلكاش اللي احنا بنشتغل بيه ابلكاش سي، والكبس بتاعنا السويدي. وطبعا احنا عاملين العلفه دي علفه طبعا عريضه، واخدينها كلها داير ما يدور للبوفيه، عشان خاطر نربط فيها الرجل، وطبعا يكون العصب بتاع الرجل. وكل الضرب بتاعتنا متقشطه زي ما احنا شايفين كده. الجرصه بتاعتنا 4 سم، وطبعا متقشطه زي كل الشغل زي ما انتم شايفين. الدرج معانا نفس الكلام اهو، ماشي. كل الادراج زي ما احنا شايفين. طبعا احنا ايه في ازاز هنا زي ما احنا قلنا. دي الحياه اللي هي ايه موجوده في البوفيه. وده البوفيه، او لو انت حابب تعمل حاجه عموله زي كده، الافضل تعمل فيشه تحدي عشان يعيش معاك فتره اطول، والشغل معاك يكون تمام التمام زي ما انت شايف كده على النيش. وده النيش بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين قدامكم. الاطار الداير كده، متفقين في البوفيه. الداير بتاعنا كله داير، داير زي ما احنا متفقين. واخدين انف كده في الضرفه، انف زاد. قصه النيش ده ايه، النيش ده اصلا الديزاين بتاعه او الشكل بتاعه مبعوت لنا، اللي هو الشكل بتاعه كان كله جزاز، ضرفتين جزاز ماسكين على بنز كده. فانا حبيت يعني اعمل الضرفه بتاعتي على فيلم خشب زي كده. فلو عندك نيش معاك الشكل بتاعه كله جزاز، فانا مش مع ان انت تعمل الضرفه بتاعتك كلها عندك 60 سم و60 سم، فكتيره على الجزاز وكتيره على مسمار بنز يمسكها. احنا عملناها كتير، بس الضرفه نفسها بتبقى صغيره مثلا 40 سم، ما ينفعش يعني كتير عليها 60 سم. فانا ده من رايي، فانا حبيت ان انا اعمل له الظرف. والضرفه بتاعتنا هتركب، الجزاز بتاعنا هيركب على الضرفه كده، واحنا ايه فحرين مكان الجزاز كده داير ما يدور. ماشي، تعالى كده اوضح لك اكتر. ده المفحار بتاعنا اهو داير ما يدور، بحيث بيخش الجزاز بالسيليكون، يبقى حته من الخشب ده تفتح وانت مطمن على حاجتك، عشان دي ضرفه كبيره لا قدر الله تيجي على حد ولا بتاع، فالامور ما تبقاش صعبه. والحته التانيه هنا برضو في الجزاز، ان احنا بنأمن نفسنا في موضوع الجزاز. هنا في كده لو خدت بالك السدابه بتاع او الحاجه اللي هنسند عليها الرف، تمام، عاملينها كده نظام داير ما يدور ليه، عشان خاطر الجزاز يحمل معايا في الظهر من ورا. وهنركب الليد بتاعنا برضو في الظهر كده من ورا، هيبقى على السدابه. وهنا ممكن تركب مرايه او ما تركبش، ده حاجه طبعا ايه، ده اتفاقك بينه وبينك النجار، او على حسب الذوق. فاحنا حاطين السدابه دي. طبعا انا مش هتعوقك في موضوع الجزاز عادي ممكن يتجسم، وهنا كده في رف فاصل بينه. بس اهم حاجه عندي وعندك الامان، والحاجه تعيش معاك وتعيش معاك العمر كله. يعني ما تطولش على الشكل بس، وما تطول على الحاجه ان هي تعيش معاك وتقعد معاك العمر، وتبقى امانه عليك وعلى عيالك، وربنا ايه ورب يستر عليك. دي السفره باقي الغرفه كامله. زي ما انتم شايفين كده السفره اللي احنا عاملينها دي، ده عاملين كده احنا اطار داير ما يدور. هنا كده داير ما يدور ليد اضاءه،
وزي ما شايفين الكرسي بتاعنا نفس الشغل بتاع الرجل كده، وحاجه خامه، حاجه بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، حاجه زينه نظيفه. الترابيزه دي احنا عاملين لها طريقه تركيب الرجل دي. لو انت عايز تغير رجل، او لو انت نجار او مبتدئ او ايا كان محتاج تركب الرجل ده وعايز تعرف الطريقه، فالطريقه هسيبها لك يا كبير في صندوق الوصف ان شاء الله، هتلاقي طريقه تركيب الرجل دي. فبكده يكون احنا تممنا الغرفه بتاعتنا، من النيش والبوفيه وترابيزه السفره طبعا بالست كراسي بتاعتها. في النهايه يا رب يكون حد استفاد من الفيديو ده. طبعا في فيديوهات كتيره من النوعيه دي، فطبعا اتشرف بيك يا كبير، او اتشرف بكل اخت تعمل اشتراك في القناه. واشوفكم على خير، والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.